ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل لكم النهارده حاجه سهله وبسيطه جدا. هنعمل كيكه الروان الاصليه، ميكس كده بين البسبوسه والكيك. لا هي كيك ولا هي بسبوسه، بس ميكس بينهم جميل جدا. هنعمل الطريقه الاصليه النهارده باذن الله بطريقه سهله وبسيطه، ومقادير موجوده عندك باذن الله، ومش بتاخد وقت خالص، ربع ساعه ويا دوب تكوني مخلصاها ووقت الفرن وخلاص، وهتطلع بالشكل التحفة اللي انت شايفاه ده. جميلة جدا جدا، والطعم ولا اروع من كده. يلا بينا نخش على المقادير. قبل كده ما ابدا على المقادير، بس حابة اشيل حتة من مكانها اوريها لك كده. هشة جدا ومش مكتومة وجميلة جدا. هي عبارة عن طبقة من الكيك وطبقة من البسبوسة ومسقية شربات، جميلة جدا جدا. يلا بقى نشوف المقادير. في الاول كده تعالي نعمل العسل بتاعها او الشربات، اللي هو عبارة عن كوبايتين ونص من السكر، وعليهم كوبايتين ونص من المية. ممكن انت تقللي السكر شوية، تخليهم كوبايتين وكوبايتين. وبحط هنا بقى، مش بقلب السكر ولا اي حاجة، بعصر عليه نص ليمونة كده، وبرفعه على البوتاجاز زي ما هو كده لما يغلي، لحد ما يغلي 10 دقايق بالظبط، يعني بعد الغليان، وبنزله في بولة كده. بقى هجيب 3 بيضات بدرجة بحرارة المطبخ، يعني البيض ما يكونش في التلاجة. وهحط كده، انا عندي هنا فانيليا سايلة، احط معلقة كده. لو انت عندك بودرة يبقى حطي علبة. وعندي كمان كوباية من السكر، يبقى 3 بيضات عليهم رشة من الفانيليا وعليهم كوباية من السكر. وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، البيض والسكر، لحد ما السكر يختفي تماما مع البيض. وعندي هنا بقى احط كمان كوباية من الزبادي. دي كده كوباية من الزبادي هنزل بيها كمان. وهقلب كويس كده لحد ما السكر ينعم خالص. انا مش عايزة احس ان السكر تحت بيقرمش معايا في البولة، خشن يعني لسه ما دابش قوي. انا هفضل اقلب كده لحد ما احس ان السكر خلاص نعم في قلب الخليط وما عادش له اي اثر. وكمان وانا بضرب كده هحط نص كوباية من الزيت، وهفضل برضو مستمرة في التقليب لحد ما السكر يختفي تماما، وتحس ان اللون فتح شوية كده. ده بقى معايا كوباية من دقيق السيمولينا، ومعايا كوباية من الدقيق متعدد الاستخدام اللي احنا بنستخدمه، ومعايا كمان معلقتين كيك شيف او بيكنج باودر. وبقلب بقى كده الدقيق والسيمولينا مع الخليط اللي هو البيض والزيت والسكر، اللي لحد ما الدقيق يختفي تماما في قلب الخليط. بس ما بتحطيش حاجة تانية غير كده. هتحس ان العجينة قاسية معاكي شوية، لانها هتخش الفرن وهتطلع عطشانة من الفرن، هتظبط وهتبقى جميلة جدا. ده كده شكل الخليط، تحسي ان هو تقيل شوية زي ما انا قلت. اوعي تضيفيله اي حاجة تانية. هو ده الطريقة الاصلية بتاعت كيكة الرواني. بتجيبي بقى صينية مقاس 22. هو المفروض كنت انا صغرت الصينية شوية، اللي هي الصينية اللي بتبقى اقل من الصينية دي، اللي هي مقاس 18 مثلا. الصينية اللي هي بتبقى تحت دي على طول الصغيرة، بس انا الحقيقة حطيتها في الصينية دي، وكانت برضو جميلة زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو. ومش عايزة اقولك الصينية دي كلها خلصت، ما قعدتش خبطتين بس كده على الرخامة. وبتخش فرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. بتستوي، بتولعي لها الشواية من فوق تاخد لون، وخدي بالك راقبيها عشان ما تتلفش منك. انا كده عملت لها اختبار بالسكينة الصغيرة دي، تمام والدنيا تمام ومستوية جدا معانا. طبعا الكيك طالع معانا سخن جدا، فهو طالع عطشان، لازم نسقيه على طول وهو سخن،
بالعسل اللي معانا ده. طبعا انا بحطه وهي بتشربه، يعني انت شايفه انا بحطه والكيك بيشربه على طول. طلعت مستويه جدا، و يعني وما خدتش وقت، يا دوبك هو يعني نص ساعه مده الفرن بس، لكن في التجهيز بتاعها ما بتاخدش 10 دقايق. والطريقة سهلة وبسيطة، من غير عجان بقى، ومن غير مضرب، ومن غير خلاط، ومن غير ادوات كتير، على ايدك كده تعمليها في المطبخ وانت واقفة بتطبخي بكل سهولة، بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص. خلاص انا كده سقيتها العسل، طبعا هي لسه سخنة طالعة من الفرن مولعة. ببتدي بقى ان انا اقطعها. في ناس بتحب تقطعها الاول وبعدين تسقيها العسل، بس انا بقى بحب ان انا اسقيها العسل الاول، لانها انا بحس ان هي كده افضل وبتشربه كويس جدا. يعني هي كده من قبل ما اقطعها بتشرب العسل كويس قوي. قطعيها بقى كده زي ما انت عايزه. انا قطعتها كده مربعات. انا عايزه اقولك ان الصينيه ديت ما قعدتش، يعني هي اصلا خلصت من طعمتها يعني، وعجبت ولادي وعجبت جوزي، جميله جدا جدا. والطريقه يعني ما فيش ادوات كتير فيها، هي بسيطه ما فيش فيها ادوات كتير. انا عايزه احدد بس التقطيع كده علشان اقدر ان انا اطلعها واوريها لكم كده زي ما شفتها في اول الفيديو، عشان تطلع كده الخرطه بخرطتها. هي طبعا لسه سخنه، بس هي بردت على طول، بما ان يعني ان الجو برد جدا فهي بردت على طول. انا بقى حابه ان انا ايه احط لها جوز الهند المبشور. انا حابه كده، يعني حابه ان انا احط عليها جوز الهند بزوقها بيه. عاوزة تستغني عن الخطوة دي تمام، الخطوة دي اختياري، مش عايزة تستغني عنها براحتك. ممكن كمان لو انت بتحبيش جوز الهند تحطي كريز، يعني تحطي كريز، يعني تحطي يا كريز يا جوز الهند براحتك بقى زي ما انت عايز. طريقة سهلة وبسيطة وما خدتش حاجة زي ما انا قلت. هو يا دوب 3 بيضات عليهم رشة من الفانيليا. انا بقول المقادير معاكي تاني: 3 بيضات عليهم رشة من الفانيليا، عليهم كوباية من السكر، وهتقلبي كل ده مع بعضه، ونص كوباية من الزيت، ونقلب، وكوباية من دقيق السيمولينا، عفوا قبل دقيق السيمولينا علبة من الزبادي، ونقلب، وكوباية من دقيق السيمولينا، وواحدة زيها دقيق متعدد الاستخدام، ونقلب. ما تحطيش اي سوائل تانية، وفي صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، وهتحطيها وتدخليها الفرن زي ما انا قلت على درجة حرارة 180. طريقة سهلة وبسيطة. يا ريت بقى لو استفدتي اعملي لي لايك واشتراك للقناة.